السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو أول مرة تشوفوني، أنا حبيبة من وفر مع مطبخ حبيبة، السهل والبسيط والوفير بأمر الله إن شاء الله. عندي هعمل لكم وصفات سهلة وبسيطة زي ما عودتكم. النهاردة الكنافة بأبسط طريقة وأسهل طريقة وأوفر طريقة. هنخش على المقادير على طول، ويلا بينا نشتغل الشغل الحلو. نسمي الله كده ونقول بسم الله. معانا نص كيلو كنافة، انا حطيتها في الفريزر عشان تبقى سهلة معايا في التكسير. لو انت جايباها طازة قصقصها بالمقص، لو انت مستعجلة عليها. مش مستعجلة عليها، حطها في الفريزر تجمد شوية وفركيها زي ما انا فركتها كده، هتطلع معاكي زي الفل ومش هتعذبك. ومعانا كوباية من السمنة او سمنة على زيت على حسب ما انت عايزة، او زبدة اللي انت عايزاه. لازم كل شعراية تكون شاربة كويس اوي من السمنة، يعني انت المفروض تفضلي تفركي فيها لغاية اما تبقى زي ما انا عملتها كده. مش هطول معاكي الفيديو قوي، بحب دايما فيديوهاتي تبقى بسيطة كده وسريعة عشان ما تملش مني. دهنا الصينية بتاعتنا دهنة محترم من السمنة، وهنفرد الكنافة بتاعتنا. لازم تبقى طبقة خفيفة زي ما انت شايفاها كده، ضغطها ضغطة حلوة جدا، لازم تتضغط في الجوانب وفي الأرضية. تمام، عملت لها حفة بسيطة كده عشان يبقى شكلها حلو لما اجي اقلبها. طبعا صينية الكنافة متتقدمش زي ما هي، بتتقلب. حلو الكلام. ابتديت اضغط عليها ضغطة زي ما انتوا شايفين كده، واخده طبقة رقيقة خالص من الكنافة. وما تقلقيش، مش هيحصل اي حاجة، اللهم صل، ولا الكريمة بتاعتها هتخرج بره. معانا هنا 3 كوبايات من اللبن، حطيناهم على النار سيبناهم يدفوا. ومعانا هنا نص كوباية من المية، وعليهم 4 معالق من النشا. في ابسط من كده؟ لا مفيش طبعا. الكنافة ليها وصفات كتيرة جدا، والكريمة اللي جواها برضو ليها وصفات كتيرة جدا. دي اسهل وابسط واوفر طريقة، بس بجد طريقة ممتازة وهتديكي بجد نتيجة محترمة، هتشرفك وسط الناس. ابتديت هنا منزلتش بيها كلها، ابتديت انزل حبة حبة. طبعا اول هو كان دافي، ابتديت انزل شوية شوية لحد ما اوصل للقوام المطلوب. فضلت انزل شوية شوية زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اخلص الكمية كلها. بصي ما شاء الله القوام بتاعها ممتاز ممتاز ممتاز. عايزة تزودي قشطة زودي، عايزة تزودي قطعة زبدة زودي، اللي انت عايزة تزوديه زوديه، مفيش مشكلة. بس كده دي اقتصادية وفي نفس الوقت ممتازة فوق الممتازة بصراحة. كده القوام معايا بقى ممتاز، هاخده واطلع بيه على صينية الكنافة اللي انا عملتها، اللي احنا ضغطناها، وهننزل بيها عادي خالص، ما تقلقيش مش هيحصل اي حاجة. وهبتدي اصبها كلها كده، ومش هاجي جنبها خالص لغاية لما تبرد يا جماعة. الخليط اصب سخن، الكريمه دي اصبها سخنه، انما هستنى في الصينيه كده لغايه لما تبرد خالص. بردت وعملت وش محترم، هروح انا فردة الكنافه بطبقه محترمه كده، وهنزل عليها بطبقه خفيفه، فردة خفيفه. زي ما عملنا طبقه تحت خفيفه، هنعمل طبقه فوق خفيفه. ده لنجاح الكنافه، هتطلع معاكي ممتازه ممتازه ممتازه، اقتصاديه جميله. بصي الصينيه دي بجد هيشكرك عليها وهياكلوا صوابعهم وراها. واحنا بنبططها كده ما تنسنيش في تعليق ولايك وحاجة حلوة منك كده، وارفعي لنا الفيديو يبقى عشان كل اصحابك يشوفوه. تمام. سوينا الصينية كده، بطبطب عليها بمنتهى السهولة دي. هتخش على درجة حرارة من 200 ل210 او 180، الفرن المتاح عندك شغالين. المهم هي مش بتخش على نار واطية. تمام. هبتدي ابطنها كده، وابتدي اعمل الشربات بتاعي، ويكون يا جماعة بارد او مجهزاه من قبلها. الشربات عبارة عن ايه؟ كوباية سكر قدها كوباية مية، السكر قد المية، من كوباية ونص لكوبايتين ونص. تمام، معاكي متاح. هنا طلعت طبعا انا وهي في الصينية، سقيت وشها، وبعد ما سقيت وشها قلبتها على الطبق كده، سقيت ظهرها زي ما انتوا شايفين. دي طريقة السقي بتاع الكنافة عشان تبقوا فاهمين. ويا رب اكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش في تعليق ولايك، واوعي تقولي لحد على الوصفة الجميلة دي. واترككم في رعاية، والسلام عليكم.